مساكم الله بالخير يا غالين، يا هلا والله مرحبا. للأسف أمس واحد طالع فيديو ويتكلم عن موضوع أصبح في الفترة الأخيرة يعني متداول ويردده بعض الناس، وهي مقولة والله العظيم ما لها يعني لا بالأخلاق ولا بالدين ولا بالحمية ولا بالفزعة ولا بالشيمة ولا بالصداقة ولا بالخوة ولا بالجيرة ولا كل علم طيب. خوية كذا بغيت تخسره سلف، أعوذ بالله، يعني حث على قطع المعروف وعدم التطيب ولا الوقفة ولا الفزعة يعني مع صديقك ولا خويك إذا كان متضايق ولا تعبان ولا مو زين ولا صارت عليه ظروف وتتحتى منه يبي فلوس ولا مال حتى يسدد حتى يعالج حتى أيا كان الظرف مالي، لا تعطي، ترى أعطيته راح يخسر. أعوذ بالله يا أخوي، بدل ما تشجعون وتقولون جزاك الله خير، هذا الإنسان ينمدح ويشكر ويثنى عليه. إذا في نموذج سيء بين الناس غير وفي وغير صادق ما يتعمم الكلام هذا. خوي كذا بغيت تخسر سلفة، مو صحيح الكلام. الناس فيهم الطيب وفيهم الصادقين وفيهم الأوفياء وفيهم اللي يردوا الفلوس، لا تعمم بين الناس هالكلمة هذه، والله العظيم ما تجوز. وهذه ما تحث إلا على هذه رسالة أعوذ بالله أقرب إلى شيطانية، تبي تفرق الناس عن بعضها. لا ما وراها إلا الطيب والغنيمة وكل شيء يجمل ومن الدين. أروح أحث الناس أقول إذا بغيت تسلفهم ترى فلوسك راحن، لا تصير دارجة بين الناس ويصدقون هالبعض حتى لو عنده شيء يقول باكر لا والله ما. ومن هو اللي جاي؟ ما هو جاي واحد من الشارع، حالي بيجيك يا أخوك ولا أبوك ولا عمك ولا خالك ولا جارك ولا نسيبك ولا صديقك ولا خويك. شنو يعني قلوب متخالفة وجيه بس زوال متقابلين. إنسان إذا ما أبو حمية على أقرب الناس ولا في خير ولا في فزع، يعني شنو ينبغى به الإنسان اللي يقدر على أنه يوقف مع أقرب الناس ويحتسب الأجر، بيض الله وجهه جزاه الله خير، ما وراها إلا العلم الطيب والأجر والغنيمة. أما والله خوية كذا بغيت تخسر وسلفه، لا، عيب الكلام هذا.